النهارده جبت لكم منتج من اقوى المنتجات الموجوده عندنا حاليا في السوق، وهي كبة هافار. الاصدار الجديد يختلف عن الاصدار اللي فات لان بيكون معدل اهتزاز الموتور بيكون اقل، وكمان فيها 6 شفرات تيتانيوم، وكمان بيكون فيها قفل امان. اول حاجه بنفتح الكرتونه بنلاقي ضمان لمده سنه بالشكل ده، وبعد كده بنطلع الكراتين وبيطلع معانا الكبه. عاوز اقول لكم بقى الوعاء بتاعها 6 لتر ونص استانلس 100%، حاجه كده محترمه بجد، تقيله جدا وحلوه قوي، ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. بعد كده عندنا هنا الجوان ده جلد بيركب فيها من تحت كده عشان تمنع الاهتزاز وتبقى ثابته واحنا شغالين بيها. بعد كده عندنا هنا 6 شفرات تيتانيوم بيديني فرم اسرع واقوى كمان وتستحمل معانا وتبقى حلوه جدا. بعد كده الكبه معانا كملت كده بالشكل ده. بعد كده هبدا اغطيها، والغطا بتاعها ده متين جدا وحلو قوي. الموتور بتاعها نحاس بالكامل وكمان بقوه 2000 واط، هيعيش معانا فتره كبيره جدا. وعندنا هنا التروس بتاعتها كلها معدن، وكمان فيها هنا سرعتين، سرعه بطيئه وسرعه عاليه. عاوز اقول لكم كبه محترمه جدا جدا بجد، حلوه قوي. ومعاها كمان ضمان لمده سنه على عيوب الصناعه، وعندهم كمان شحن مجاني لجميع المنتجات بتاعت هافار، ومعاينه المنتج قبل الاستلام، وعندهم توفير قطع غيار لاي منتج عندهم. هنبدا بقى عندنا هنا نفرم قطع اللحمه زي ما احنا شايفين. انا حاطط قطع لحمه كبيره مش مقطعها خالص، وهوريكم ازاي هتفرمها. ببدا على طول اقفلها كده، وفي عندنا هنا زرارين امان بنضغط عليهم، ونبدا على طول نضغط ضغطات كده لحد ما تبدا على طول تتفرم معانا زي ما احنا شايفين، وهتطلع معانا معجون. عاوز اقول لكم انا اتصدمت من النتيجه بجد، حاجه محترمه جدا جدا. يعني انا فرمت كيلو لحمه كامل، حطيته على طول دوس ضغطتين ثلاثه هيبدا على طول يتفرم معانا، واللحمه هتطلع معانا ناعمه زي ما احنا شايفين كده. عاوز اقول لكم حاجه محترمه جدا جدا بجد، كبه يعتمد عليها من شركه هافار، حاجه حلوه جدا. غسلتها وجبت كمان عندي هنا بقى حبه بصل حلوين، حطيتهم سلام كده، وهبدا على طول اغطي. وعندنا كمان زرار امان بنضغط عليه، وبعد كده نبدا نضغط ضغطتين ثلاثه هيبدا يتفرم معانا فرم كامل زي ما احنا شايفين. طلع معانا بجد البصل مفروم جدا جدا، ممكن نحط اي كميه احنا حابينها، وان شاء الله هتفرم اي كميه انتوا حابينها. وبعد كده مش عايزك بقى، طالما عندك كبه هافار الاصدار الجديد، مش عايزك ابدا تتعبي ايدك، عشان عندك هنا اي كميه خضره هتحطيها ان شاء الله هتفرمها وهتطلعها معاكي مظبوطه جدا. انا هنا غسلت عندي حبه خضره حلوين كده، وبعد كده حطيتهم فيها زي ما احنا شايفين، مليتها. وهنبدا نقفل بقى بالغطا بتاعها، وبعد كده ندوس على زرارين الامان الموجودين فيها، ونبدا نضغط ضغطتين ثلاثه بس على البطيئه كمان مش على السريعه، وهتشوفوا طلعت معانا الخضره عامله ازاي. شايفين اتفرمت جدا وحلوه جدا جدا. مش عايزك بقى تتعبي ايدك خالص، عشان كبه هافار هتسهل عليكي كل حاجه. حابب كمان افكركم ان دي كبه هافار الاصدار الجديد، وعاوز اقول لكم انهم عندهم شحن مجاني لجميع المنتجات بتاعت شركه هافار، وعندهم معاينه قبل الاستلام، وعندهم كمان توفير قطع الغيار لجميع المنتجات بتاعت شركه هافار. وانا كمان انصحكم تشتروا منتجات هافار عشان هتوفر عليكم كتير. شكرا.